السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير، أنا في عمري وحياتي ما قد سمعت ولا في أي دولة، ما سمعت ولا في أي دولة بأن المجلس الطبي يمنع جميع المستشفيات يفعلوا عملية للطفل عمره 3 سنوات. وعندنا هنا في اليمن، المجلس الطبي يمنع جميع المستشفيات يفعلوا عملية للطفل عمره 3 سنوات. ابن مصطفى المومري طفل عمره 3 سنوات وخرجوه من أكثر من مستشفى، ما رضوش يفعلوا له العملية لأن أبوه مصطفى المومري. ومصطفى المومري هذا ينتقد الدكاترة الفاشلين، مش كل الدكاترة ينتقد الدكاترة الفاشلين فقط. قبل شهر تقريبا مصطفى المومري شل ابنه وراح به للمستشفى يفعل له عملية، وبعد ما الدكتور فعل العملية لابن مصطفى المومري قام الدكتور يقول مصطفى المومري حصل خطأ طبي والعملية ما جت في مكانه والولد دحين يحتاج إلى عملية ثانية. مصطفى المومري زعل جيز أي أب يزعل على ابنه، وطلع بفيديو يتكلم وزعلان ومحروق على ابنه، وانتقد الدكاترة الذي هم فاشلين فقط، ما انتقد الكل ولا عملكم، انتقد الدكاترة الذي هم فاشلين. والمجلس الطبي منع جميع المستشفيات بأنهم عاد يفعلوا العملية للطفل هذا ابن مصطفى المومري الذي عمره 3 سنوات. الطفل تعبان ويحتاج إلى عملية وحالته الصحية تدهور وتسيء إلى الأسوأ. من المفروض أنكم تعالجوا الطفل هذا وتفعلوا له العملية، وإذا معاكم مشكلة مع أبوه مصطفى المومري في بينكم جهات مختصة اطلبوه من المحكمة وتحاكموا انتم، لا تدخلوش الطفل هذا بينكم. تمنعوا جميع المستشفيات بأنهم يفعلوا عملية للطفل هذا عمل إجرام، هذا عمل إرهاب. لا تدخلوش الطفل بينكم مشاكل انتم مصطفى المومري، لا تدخلوا الطفل ولا له دخل. بينكم جهات مختصة، بينكم محكمة، عالجوا الطفل هذا، عالجوه وفعلوا له العملية. حسبي الله ونعم الوكيل بس.